سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الفل أو يا مساء الفل على حسب ما بتشوفوني دلوقتي. تعالوا بقى النهارده نعمل تورته نص ونص حلوه قوي. انا كنت عامله السبونج بس وانا شغاله هقول لكم مقادير السبونج ايه. ده بس كريم شانتيه خام، كيلو كريم شانتيه خام كنت جايباه ودايما بحطه في الجردل دوت وبيتشال في الظرف. خلاص انا هنا بعمل ايه، انا هنا هحضر الكريم شانتيه بتاعي. كل كوبايه كريم شانتيه خام المتحده افضل نوع بحط لها كوبايه ونص ميه متلجه، بحط معلقه كريم باستري، معلقه لبن بودره، ومعلقتين سكر. لو انت بتحبي الحاجه مسكره حطي 3 معالق. خلاص، وباكت فانيليا. كل ده بيتضرب مع بعض. التورتيه بتاعتي ديت هتاخد مني اللهم صل على النبي كوبايتين كريم شانتيه خام. خلاص، انا عايزه اقول لكم بقى انا عملتها بالسبونج البيتي حلوه قوي. عملت واحده فانيليا وواحده شوكولاته. التورتيه اللي معايا ديت مقاس 30، لا مقاس 28. طبعا بعد ما بنجلس بنحشي ونجلس بتدينا مقاس 30. خلاص انا عملت واحده فانيليا وواحده شوكولاته. اللي بالفانيليا ديت انا قلت لكم ان هي كله عاملاه بالسبونج البيتي. قلت لكم كل مقادير في صندوق الوصف. نقول المقادير مع بعض: 4 بيضات، كوبايه وربع دقيق، ربع كوبايه نشا، معلقه كيك شيف، معلقه كبيره محسن جل، نص كوبايه ميه، ونص كوبايه سكر. حلوه قوي وجميل جدا، وممكن المقدار ده يتحط في كذا صينيه. خلاص زي ما انتم شايفين انا ودخلت الفرن على فكره بتقعد نص ساعه و5 دقايق، مش اقل من كده، ممكن اكتر على حسب الفرن بتاعك. انا بقى كل السبونج ده كنت مجهزاه قبلها بيوم، يعني قبلها بيوم جهزت كل دوت وسبته لما برد لتاني يوم الصبح. بعد كده اشتغلت بيه. كل واحدة بقسمها 2 بتديني ديسكين حلوين محترمين يعني. وكل ديسك بقسمه 2 زي ما انتم شايفين، فأصبح معايا 4 طبقات. وهعمل كده برضو في سبونج الشوكولاتة. المقادير بتاعت السبونج الشوكولاتة نفس المقادير، بس بنشيل ربع كوباية دقيق وبنحط ربع كوباية كاكاو خام أسباني. خلاص، بس هنا بقى كان الدقيق بتاعي كان الكاكاو بتاعي خفيف، فلو انت حابه تقلي اكتر من كده تقلي. زي ما انتم شايفين المنشار بيسهل عليا قوي. انا يا دوبك قسمت التورتيه ما عندي او الكيك اللي عندي بالنص، طبقتين حلوين يعني محترمين. وكل طبقتين عمل له 4 طبقات، يبقى انا كده هعمل تورتيه مقاس 30 4 طبقات. يعني انت هتقولي كده للعميله مقاس 30 4 طبقات. انا عملت كوبايه فانيليا، كوبايه كريم شانتيه بالفانيليا، وكوبايه كريم شانتيه زودت لها معلقه كاكاو كاكاو خام اسباني. تمام. لو انت بقى مش حابه، لو انت حابه بقى تدي بقى جناش شوكولاته، حابه تدي صوص او جيلو شوكولاته، بيبقى طعمها حلو جدا. انت اشتغلي بقى براحتك، يعني الأطعمة دي اللي يريحك. زي ما انتم شايفين حطيت البورد، حطيت يا دوبك عليه حته كريم شانتيه وحطيت الكيك نص ونص، وكل النص بحط فيه الكيك الكريمه المناسبه بتاعته. الفانيليا فانيليا والشوكولاته شوكولاته. التشريبه بتاعتي دي بتبقى السيرب اللي هو بتاع البسبوسه الخفيف، او ممكن تعملي عسل نحل متخفف بميه. زي ما انتم شايفين كده، وبين كل طبقه وطبقه في النص بحط حته كريمه خفيفه كده، بحيث ان هي تمسك لي الطبقتين في بعض. البورد بتاعي مقاس 30، وبعد ما نخلص هوريكم ان هو يا دوبك بقى مقاس الكيك بالظبط. المفروض كنت احطها على بورد مقاس 32 او 35، بس بصراحه هو ده اللي كان متواجد عندي. برضو اديتها تشريبه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هبتدي بس يا دوبك بالطرنش بتاعي اشيل الطروف. انا حسيت ان الطروف بتاعتي ناشفه سنه، فخلاص يفضل انت تشيليها. انما لو شايفاها طريه خلاص شغل ما تشيلهاش. الكيس الحلواني حلو قوي، بيسهل علينا حاجات كتير. ولو ما عندكيش كيس حلواني الكيس بتاع التلاجة شغال، يعني مفيش حاجه هتقولك لا. زي ما انتم شايفين كده الفانيليا حطيت عليه فانيليا، والشوكولاته حطيت عليه شوكولاته. هبتدي بقى اجلس وبالراحه خالص. ومعايا السكرابر بتاعي، معايا ايا كان، حتى لو مسطره، يعني مسطره خليها لكده بس، اللي ما تكونش مستعمله اشتريها وخليها بس كده للتجليس مش اكتر.
هنا كانت يا دوبك كريمه الشوكولاته، ما اعرفش، مع ان دي كوبايه ودي كوبايه، يعني انا عامله كوبايه كريم شانتيه الفانيليا والشوكولاته، بس الفانيليا هي اللي فاض منها اكتر. هبتدي اساوي برضو. مرحله التجليس هي بتبقى اصعب مرحله. بعد ما جلستها عملتها بالسكرابر المشرشر كده، وجبت بقى دخلتها كده التلاجة الاول، وجبت مربى حليب، وعملت زي ما انتم شايفين، عملت فاصل في النص، وعامله ده الجناش. ان شاء الله احط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بس هنا انا غلطت ان انا كنت حطاه، كنت مسخناه زياده عن اللزوم، يعني ما صبرتش عليه لما يهدى شويه. فانت تصبري عليه يهدى شويه عشان يديكي الدريب اللي نازل ده مظبوط. خلاص، وهدخلها التلاجة برضو تشد معايا شويه عشان ابتدي اشتغل ايه عليها. انا يا دوبك بس كده عملت بس صور بالكريم شانتيه علشان بس ايه احط عليه الفاكهه بتاعتي. الفاكهه بتاعتي كانت ايه؟ كانت انا كانتالوب او اللي هو الاناناس وفراوله. وهنا بس خدت دايره كده اعمل بيها ايه، عارفين الشكل المربع ده اللي احنا بنلاقيه في المحلات؟ انا يعتبر خدت ربع الكنتالوبية او الاناناسية. هبدأ اقطعها شرايح كده. استغلي فاكهة الفاكهة اللي موجودة، ايا كانت الفاكهة اللي موجودة ايه استغليه. انا اشتغلت باللي عندي والله، يعني هما دول كده كده كانوا موجودين عندي فاشتغلت بيهم. الفراولة شرايح، الكنتالوب شرايح. حلوة قوي على فكرة. التورتايه اللي هي فاكهة نص فاكهة ونص شوكولاتة دي التقليدية اللي بنلاقيها في كل المحلات، غير اللي احنا بنشتغل فيها بالكريمة. ابتدي ارص الفراوله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. ترصي بقى عشوائي، ترصي مظبوط اللي يريحك. شكل الفاكهه في الاخر بيبقى حلو. اهم حاجه ان انت تحاولي يعني تبقى عارفه تنسقيها مع بعضها عشان يديكي في الاخر شكل شيك كده ومنسق وحلو. وكان عندي الكيويايه، كان عندي واحده كيوي كده قسمتها اتنين زي ما انتم شايفين. زي ما انت عايزه بقى، زي ما تحبي، وعايزه تحطي الفاكهه بتاعتك حطيها شرايح بقى، سلايز. ما ايه ده، ما شرايح السلايز ايه يا زوزو؟ ايا كان بقى. بص بقى، انا جيت في الاخر نطورت فراوله كده زي ما انتم شايفين. لو كان عندي تفاح كنت عملت سور كده من التفاح كان يبقى شكلها حلو، انما انا ما كانش عندي. يلا بقى، لو حابه تعملي حاجه حلوه لاولادك اعملي لهم التورتايه دي. حابه تهادي راحه حد عندك في البيت عنده عيد ميلاد، كل ده هتعمليه في البيت براحتك. خلاص. اهم حاجه بقى، اهم حاجه في الفاكهه ان مجرد ما تخلصيها جيلي تلميع. وانا دايما بشتغل بجيلي تلميع على البارد، ما بحبش على السخن خالص. دي بقى حروف. بصوا الحرف اتكسر مني، دايما حرف الاتش بيتكسر مني مش عارفه ليه. دي بقى مولدات سيليكون حروف. كنت عاملاها بشوكولاته بيضه، مسيحه شوكولاته بيضه خام. معلهاش اي حاجه، ما حطيتلاش اي اضافات، وحطيتها كده في مليت بقى الحروف وسبتها لما ايه، لما نشفت. هابي بيرث داي، ونطورت قلوب كده على الجناب. هيش اصلا العميله او صاحبه التورته كانت بعتلي الشكل ده، هي عايزه نفس الشكل. ومره عملتها لها نفس الشكل بس 3 طبقات، هي المره دي طلبتها 4 طبقات. وطبعا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني ايه عاليه وحلوه وتملى العين كده، يعني يعني تاكل عدد كتير دي على فكره. خلاص زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اجيب جيل التلميع على البارد المتحده. انا دايما بشتغل بالجيل التلميع المتحده، حلوه قوي. لو انت عايز تشتغل على السخن براحتك، بس على السخن في الشتاء يا جماعه صعب جدا، هتبقي محتاجه تقفي جنب النار. يعني اللي هو ايه هو بيجمد في ثانيه، يعني في ثانيه اهو. ده الكيس بتاع المتحده. لا حول ولا قوه الا بالله، كل سنه وانتم طيبين. هغرق بقى هغلف كل الفاكهه بتاعتي بجيل التلميع. او في ناس قالت لي انت هتنزلي تورتايه في رمضان. طب ما يا جماعه وايه يعني، ما فيش مشكله، يعني هو في رمضان ما بنعملش تورت؟ هو رمضان كنافه ومانجا بس، كنافه بالمانجا وكنافه بالقشطه والحاجات دي بس؟ لا. رمضان ممكن نعمل فيه حاجات كتير. بس بصراحه بعد كده بعد ما خلصت حسيت ان الشكل الابيض دوت عايزه اكسره، فجبت حطيت عليه شويه مكسرات زي ما انتم نطورت كده شويه مكسرات.
يا رب اتمنى اكون افدتكم. اتمنى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا جدا جدا، ونفسي عيلتي تكبر بيكم. يا رب ده يشوفكم مبسوطين وتضحكوا، واسيبكم في رعايه الله. اه، امانه عليكم، ما تنسوناش بدعوه حلوه، وعايزه دعم كتير منكم عشان القناه تترفع بيكم. يا رب اشوفكم دايما مبسوطين وتضحكوا، واسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.